السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعي القناة في فيديو جديد معاكم. النهاردة هنعمل فيه مقارنة بين كيمي 5021 الإصدار القديم وكيمي 5021 الإصدار الجديد. الاتنين نفس الموديل من شركة كيمي. طيب ايه الفرق بين الموديلين؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الموجود معاكم النهارده. دول المكانتين اللي هتكلم عنهم النهارده، كيمي 5021 الاصدار القديم وكيمي 5021 الاصدار الجديد. الفرق بين الاتنين ايه؟ اولا في الوزن فرق يعني بتاع حوالي 5 جرام، وهم قيمة الفيشة اللي بيتحط فيها سوكت الشحن بتاع اللي بيجي مع المكنة القديمة، السوكت دوت. ماشي. ليه بقى؟ لان المكنه الجديده ما فيهاش غير سوكت واحد بس، اللي هو يو اس بي، اللي بيتشحن بشاحن موبايل، معاها وصله يو اس بي بتتشحن بشاحن موبايل. فلو حطينا المكانتين على الميزان هنتلاقي ان هما الاتنين وزن واحد بناقص ال5 جرام اللي بياخدوا الفيشه ديا، او ثقل الفيشه ديا الموجوده معانا في المكنه القديمه. طيب المكنه القديمه كان الاصدار بتاعها بيقول انها بتشحن 8 ساعات علشان تشتغل 60 دقيقة عمل، يعني بتشحن تقعد 8 ساعات على الشاحن علشان تشتغل معاك ساعة متواصلة. وطبعا الناس جربتها وعارفة شغلها عامل ازاي. الاصدار الجديد بقى عدله في البوردة بتاعة المكنة. التعديل في البوردة بتاعة المكنة كان علشان خاطر ان هي تتشحن ساعة ونص علشان تديك 90 دقيقة عمل. ده هو اللي مكتوب معانا على الايه، العلبة بتاعتها، انها بتشحن ساعة ونص عشان تديك 90 دقيقة. طب ما 90 دقيقة يعني ساعة ونص، طب ما قول لي بتشحن في ساعة ونص وبتدي شغل ساعة ونص. طيب ايه الجديد التاني اللي في المكنة؟ بص كده لما هنشغل المكنة دي، ده الاصدار القديم شغال معانا وده الاصدار الجديد شغال معانا. الفرق بين الاتنين ان وهي دي شغاله، المكنه الجديده وهي شغاله بتبقى اللمبه منوره معايا ايه، اخضر. اول ما تقلب للون الاحمر بعرف ان المكنه فصلت ايه، شحن، او داخله على ان هي بتفضي الشحن بتاعها. اما المكنه القديمه معرفش الا لما اوصلها بالشاحن او وانا شغال بيها اتفاجئ ان هي ايه، خلصت شحن او بدات تضعف معايا. فطبعا السلاح بتاع المكنه هو في المكانتين سلاحهم واحد، نفس السلاح، نفس العرض، نفس الامكانيه، نفس النقش بتاعت كلمه كيمي على المكنه القديمه والجديده. المكونات بتاعت المكانتين واحد. الفرق الوحيد في المكانتين ماشي ان دي بتشحن ساعه ونص ماشي عشان تديك شغل ساعه ونص، دي بتتشحن 8 ساعات علشان تديك شغل ايه، ساعه متواصله. بالاضافه الى اللنده بتاعه المكنه الجديده بتفضل منوره باللون الاخضر طول ما هي مشحونه وشغاله. لما بتقلب معاك للون الاحمر بتعرف ان المكنه بدات تطلب ايه، بدات تطلب شحن. طيب معاها ايه مكوناتها اللي معاها؟ داخل العلبه وصله شاحن يو اس بي تتوصل على شاحن موبايل او كيسه او لابتوب، او حتى شاحن ايه يعني اي حاجه تتوصل عليها يو اس بي زي ما احنا معرفين. ومعاها الثلاث شفرات بتوعها او الثلاث درجات بتوعها، ومعاها فرشه للتنظيف، ومعاها ازازه الزيت بتاعتها. نفس المكونات اللي مع المكنه الثانيه، بفرق ان دي بكابل شاحن يو اس بي والثانيه بكابل شاحن براس شاحن اللي هي المعروفه اللي كل الصنايعيه عارفينها. اتكلمنا عن الفرق بين المكانتين. عايزين نعرف اسعارهم ايه النهارده في السوق. الاسعار الاثنين سعرهم واحد، 300 جنيه للمكنه. ده كان الفيديو بتاعنا معاكم النهارده. نتمنى ان يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تشترك معانا في القناه عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم الحلاقه. السلام عليكم.